سلام صحاباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بكاع بخير وعلى خير. صحاباتي، الا شفتوا هذا الفيديو ديروا لي جيم وكومونتير، بارطاجوا الفيديو في رحبه ونروحوا نستفادوا في رحبه. هنا درت الثومه باللوز، حكمت قصعه درت فيها اللوز بودره، زدت معاه السكر كلاص الهوده. خلطت هذاك الميلونج، صفيته، زدت له مغرف كبيره تاع غلوكوز. ديجا راني دايره معاكم الثومه ومغرف تاني كبيره تاع دهان، ودرت معاه ملون الابيض اللي هو اجباري، ما من لونه نتوما باي لون تبغوه، بصح الملون الابيض اجباري نديروه، صار له كيما الطليا اللي قيكون تسمى هذا كشغل ما نقولوا حاجه اساسيه في الوصفه. هنا حكمت هذاك الكاس تاع الماء المعدني، انا نلم بالماء المعدني باش نقص الحلاوه، كاين اللي يلم بالسيرو. هذاك الماء المعدني درت له دو كولور، درت الغوز ودرت الاصفر باش خرج لي في الصومو كلير كيما راكم تشوفوا فيها. هنا راني نلم في لاباط تاعي، تحصلت على هذا العجين، تعجنوه بالكف تاع اليد تاعكم كيما راني ندير بهذه الطريقه. قد من نلموا العجينه هذيك، كي تحصلوا على عجينه كيما راكم تشوفوها كطريه وليس وكاع، نخلوها تريح واتونسيون يدخل لها الهواء. غطوها غايه وخلوها تريح. درتوها صباح خدموا حشيه ولا درتوها في الليل تقدروا تخلوها حتى تبات. هنا حكمت الاخر المادلين تاعي فتته، وزدت له كيله مخلطه بين اللوز بين الجوز والبندق اللي هرستهم، بصح شوله طحنتهم شويه غلاظ باش كي ناكلو نحسوا بها. وزنت العجين على 40 غرام، والحشو وزنته 20 غرام. ودرت اون بول تاني من بالباتاتارتيني تاع نوازيت، درتهم جمدوا، دخلتها في الحشو، عاود دخلت الحشو يجمد. تسمى الحشو تاعنا تاع المادلين راني مدخله فيه الباتاتارتيني تاع نوازيت. شوفوا، مانيش نشكر في روحي، بصح التومه تاعي بنينه. بعد ما جمدت لي هذاك الحشو، جبت البوله تاعي تاع الثومه تاع اللوز، عجينه اللوز، حليتها درت فيها هذاك الحشو وبلحت. كي بلحت درت لها هذاك الناكري دوغي، ومن بعد درتها بالمشطه، درت ثقب في الوسط وبلاصه الورد تاعي اللي كنت محضراته سيمانه من قبل. ايا وكيما راكم تشوفوا النتيجه، وبصحه مولاتها. الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنسونيش بالجيم والكومنتير، ومع السلامه.